في عالم كرة القدم، نادرا ما يأتي شخصا لا يكتفي بالفوز، بل يعيد تعريف اللعبة نفسها. في 2008 مدرب شاب بدون خبرة حقيقية يستلم تدريب برشلونة. الجميع شك فيه، الجميع قال إنه مجازفة. لكن ما حدث بعد ذلك لم يكن نجاحا فقط، بل ثورة. البداية: بيب جوارديولا لم يكن مجرد مدرب، كان تلميذا درس اللعبة، حتى فهمها بطريقة مختلفة. تأثر بأسطورة مثل يوهان كرويف، فلسفة بسيطة لكن مرعبة: احتفظ بالكرة، ستتحكم في كل شيء. عندما وصل إلى برشلونة قرر أن يطبق هذه الفكرة مهما كان الثمن.